من كام يوم الصراحة شفت واحدة عاملة دلية شبه دي بس من غير الطريقة من غير التفاصيل. قررت ان انا لازم اعملها معاكم وانا ونصيف ان شاء الله تنجح. وتعالوا شوفوا ايه اللي حصل وعملت ايه بالظبط والخطوات كلها عشان نطلع القطعة دي زي ما هي كده وكمان تعملوا احلى منها. معاكم تسبيح ويلا بينا نبدأ. اللي عجبه الطريقة دي والتكنيك ده التكنيك ده اسمه سموك وعايزين تتعلموه كملوا معايا الفيديو. طبعا هنجيب معانا ميزان ومعانا ده القالب اللي انا هصب فيه ومعايا جرافيتي ريزن اللي هو المالتي يوز هو اللي انا هستخدمه ومعايا كوبايه ومعايا طبعا البطل بتاعنا الكبريت علبه الكبريت ومعايا الكوبايه الصغنططه دي علشان نخلط فيها الريزن. النسبه بتاعه الريزن قد ايه دي بترجع لكل نوع، يعني كل نوع ريزن مكتوب على العبوه بتاعته. فانا النوع دوت مكتوب عليه 6 ل10 وهبدأ أوزن. طبعا أنا هوزن حاجات زغنططة جدا لأن التكنيك ده يا جماعة معمولة على طبقات مش طبقة واحدة، فعشان كده أنا عايزة أعمل أرفع طبقة أقدر عليها في القالب وبعد كده اشتغل عليها بقيه الحاجات. طبعا بيبقى الميزان مقفول، بنحط عليه كوبايه فاضيه، نبدا نفتح الميزان، نحط كميه الريزن عليها كميه المصلب، نطفي الميزان ونبدا نقلب. خدوا بالكم من حاجه يا جماعه، المفروض ان احنا نقلب الريزن الاول قبل ما نحط عليه اللون. انا هنا راحت مني النقطة دي، يمكن ما كنتوش هتاخدوا بالكم في الفيديو ان انا ما قلبتش، بس انا كان امانة عليا عشان لو حد اخد باله لازم تبقوا عارفين ان احنا لازم نقلب الريزن بتاعنا ونخلطه حلو جدا جدا بعد كده نحط عليه لون، لان احنا لو حطينا اللون من الاول مش هناخد بالنا احنا قلبنا صح ولا غلط، الغامة راحت ولا لا، اخبار البابلز ايه. فمهم جدا نقلب حلو جدا بعد كده نبدأ نضيف الالوان بتاعتنا. انا عملت اسود عشان يبقى لون غامق نعرف نظهر عليه الدخان بتاعنا الفظيع اللي احنا هنعمله. طبعا ممكن تعملوه كحلي، ممكن تعملوه زيتي، اللون اللي انتوا عاوزينه. هنسيب الطبقة دي علشان تنشف وبعد ما تنشف هنبدأ نعمل الطبقة التانية وهي برضو ريزن شفاف. بنفس بقى الطريقة ونفس الفكرة كلها هنعمل ريزن شفاف وهنحطه عليها ونبدأ نعمل فيه تأثير السموك أو الدخان بتاعنا. طبعا يا جماعه التكنيك دوت زي التكنيك اللي انا عملته، شبهه شويه اللي انا عملته في التماثيل الزر، بس طبعا مع اختلاف كبير ان احنا ده مجرد طريقه التلوين، انما هنا علشان نطلع الدخان الصراحه انا عدتها كذا مره حصل فيها مشاكل شويه، وده اللي احنا هنتعلمه مع بعض عشان تطلعوا افضل نتيجه. خلاص بس عايزه كده تجارب وحد رايق كده يقعد يفكر. اول حاجه عملتها انا حطيت حبه ريزن الاول. انا زي ما قلت لكم انا شفت صورة دلاية، خلاص انا قعدت افكر هي عملت الدخان تحت الكبريت ولا فوق الكبريت، يعني احنا هنحط الكبريت ونعمل عليه الدخان ولا هنعمل الدخان وبعد كده نروح حاطين عليه الكبريت. وطبعا بتفكيري يعني الاول فكرت لا انا هعمل الدخان بعد كده احط عليه الكبريت فيبقى الدخان طالع من ورا الكبريت، وكان تفكيري برضو ان بعد كده ممكن احط حبة دخان على الكبريت في الطبقة اللي بعديها. خلاص تعالوا شوفوا بقى انا عملت ايه. ده الابيض اللي انا استخدمته مع يعني في فكره برضو ان انتوا ممكن تستخدموا الالوان الكحوليه بس معرفش هتدي تاثير ايه. انا صراحه جربت استخدم الالوان الكحوليه بتاعتي في تجربه من التجارب اللي انا كنت بجربها عشان اعمل الدخان، بس صراحه ما طلعتش. بس هل هو عيب من الالوان بتاعتي بايظه لان بقالها فتره عندي ولا العيب من مين ما اعرفش. فالصراحه لا انا كملت بالالوان اللي انا بشتغل بيها. انا هنا ولعت الكبريت، سيبوا الكبريت يتحرق شويه عشان يدي لون. حاولوا برضو، انا كنت ماسكه ولاعه بحاول اولع الكبريت بحيث ان انا اسيب فيه، انا مش عايزاه فحمه لان انا عملت الخلفيه سودا فاسود مع اسود مش هيبان، وكنت بحاول اخلي حتت فيه فاتحه شويه علشان ايه زي ما قلت لكم يظهر. عملت هنا الريزن بالوان بيجمنت بتاعت ريزن وزي ما انتم شايفين انها تقيله. خلاص وبدات اعمل بقى ومتخيله ان يا سلام على الدخان الفظيع اللي انا بعمله. زي ما انتم شايفين اهو دي كانت التجربة الأولى. وعلى أساس إن أنا بعد ما أعمل كده واخدين بالكم إن أنا قعدت أمشي على الخط وأمشي على الخط وأمشي كذا مرة وأعمل لفات وكده، وطبعا دي كانت غلطة كبيرة قوي. وبعد كده رحت جايبة العود الكبريت وحطيته. طبعا غلط، أول غلطة إن أنا مشيت كتير قوي، أنا قعدت ألف خطوط كتير كتير كتير، ما اديتش فرصة للريزن. اوريدي هو هيتغير، هو مش هيثبت.
خلاص. حاجة تانية ان الخطوط الكتير واللفات الكتير فرشت الموضوع بقى مكلكع. حاجة كمان ان طبعا الكبريت غطس خلاص، فطبعا ده غلط. وحتى هنا شايفين انا بحاول افكر ان انا احط الكبريت تاني فوقيه علشان يظهر اكتر، بس انا ما زلت هنا حاسه انه اوكي هو وراه حاجه بس مش مدياني تأثير الدخان قوي اللي انا كان نفسي فيه. غير ان الدخان بادئ من تحت خالص، بصوا من اول الدلايه، يعني الكبريت في الحته الفاتحه بيطلع دخان مش معقول برضه. فعشان كده انا مرتحتلهاش الصراحه، وهنشيل ده كله ونبدأ من اول جديد. بس طبعا هسيب الاسود، بس هبدأ اشيل الطبقة اللي انا عاملاها بالدخان بالكبريت الليلة دي يعني. بصوا انا كل دوت كنت بحاول ان انا احط الكبريت. هنا شلت كل حاجة وقلت انا هبدأ من جديد، لا انا احط الكبريت بقى واشتغل عليه. تمام. بس مش شايفين الكبريت هنا كان اسود قوي. فكرت في حاجة تانية، ان انا طب ما انا اجيب من الابيض خلاص، الابيض من الوان الريزن البيجمنت، وابدا ايه اعمل نقط صغنطوطه كده على الكبريت فيظهر معانا اكتر كانه رمادي، او كانه الرماد بتاع الحرق يعني هو اللي ظاهر عليه خلاص. فكنت بحاول ان انا العب في الوان الكبريت نفسه عشان يبقى ظاهر معايا على الخلفيه السوداء دي. بس الخلفيه السوداء دي انا من وجهه نظري هي انسب حاجه تظهر معانا الدخان. هي مش انسب حاجه تطلع الكبريت، بس احنا هممنا الدخان الصراحه. فيا رب يكون الفكره دي عجبتكم، ان انا لونت الكبريت نفسه. هنا بقى انا عملت حاجه، انا خففت اللون. شايفين هنا اللون ابيض تقيل وهناك ابيض فاتح ازاي. انا يعني عملت شعرايه لون مع ريزن اكتر، فاللون بقى خفيف. بمشي بالعوجه كده، يعني بعمل سن الخله دي او كده العصايه دي ب45 وانا بعمل، وبسحبها وبحاول ان انا ما كترش الخطوط، والخط لما اعمله ما بمشيش عليه تاني. حاجه كمان بقى انا عملتها ان انا نفخت فيهم يعني، بس دي طبعا ما طلعتش في تصوير، انا مش هصور نفسي انا بنفخ يعني. انا قعدت انفخ فيهم علشان اتوههم كده شويه، سبتها تنشف. بصوا بقى اللي حصل، انا لقيت الدخان كله مشي اتجاه واحد. ولعلمكم بقى ان هو مدي تاثير دخان بجد وعجبني جدا. بس هي الناحيه التانية هتبقى قرعه كده ما فيهاش اي دخان. فطبعا بذكاء الفطري يعني قلت لا، انا لازم احط دخان الناحيه التانية كمان ولو بسيط. يعني اوكي ممكن الدخان يمشي معانا في اتجاه واحد، بس على الاقل الناحيه التانية يبقى في حاجه كده. وحبيت اطول الدخان كمان ان انا اطلعه لفوق شويه. فقلت لا انا احط طبقه كمان. عشان كده كنت بقول لكم ان انا عاملاها على طبقات كتير خلاص. بس في الطبيعي انتوا هتحطوا طبقه سودا، طبقه دخان، طبقه فينش، ده المفروض يعني. حطيت هنا حبه ريزن صغنطتين زي ما انتم شايفين، ويعني بصوا اقل من نقطه لون يعني. انا عايزه خفيف خلاص، وكل ما كان خفيف وقليل كل ما هيدي معانا اكتر. وشايفين انا عوجه العصايه ازاي وانا بعمل، وسحبه خفيفه كده ما تقلوش علشان يدي معانا المفعول. حركه النفخ دي عجبتني جدا لان التاثير بتاعها طلع حلو قوي. فلما تعملوا انفخوا عليها كده، حاولوا طبعا مش بهوت ارجان او كده لانه مش هتستحمل، لان هي حاجات بسيطه قوي. انفخوا انتوا ببقكم كده وحاولوا تتوهوا اللون مع الريزن شويه. طبعا مع حركه الريزن بقى الموضوع بيتغير كمان خلاص. فزي ما انتم شايفين اهي، انا الابيض ده زاد مني فكنت عايزه اشيله. بس انا هنا كنت متضايقه من حاجه الصراحه، كنت حاسه ان الكبريت تاه في وسط صح انتوا حاسين بكده؟ الكبريت تاه في وسط الدخان. الدخان طالع من الكبريت وكل حاجه تمام، بس هو الكبريت تاه وانا مش شايفاه في القطعه. كان المفروض ان دي الطبقه النهائيه، بس طبعا تفكيري مش هيسكت لغايه هنا. جبت كبريت تاني وثبته، وطبعا لو انت طرفه بيضته شويه اللي هو الكبريت، حتى انتوا تقدروا تشوفوا ان في كبريتين فوق بعض، بس هو مدي احساس 3 دي اكتر. وهنا انا حسيت الصراحه ان هو دخان، الكبريت ظاهر، الدنيا تمام. واي نعم انا طبعا طلعت بره القالب بقى، ما انا حطيت طبقات كتير قوي، بس الصراحه عجبتني جدا جدا جدا. يا ترى انتوا رأيكم ايه؟ عايزه اعرف رأيكم في الكومنتات، وكنتوا تعرفوا التكنيك ده قبل كده ولا لا؟ وايه رأيكم هتجربوه ولا ايه؟ ورأيكم النتيجة دي ولا النتيجة اللي في الاول كانت احلى؟
وهستنى تعليقاتكم، واللي عنده اي تكنيك جديد سمع عنه اكتبوا لي في الكومنتات وانا ابحث عنه واحاول اعمله لكم بالتفصيل والخطوات، وتبقوش محتاجين لاي مكان تاني اعلمها لكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش ان اللايك والكومنت بيفرق معايا جدا وبيشجعني ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر وافكار وحاجات حصريه وتكنيكس ما اتعملتش في اي حته. فما تنسوش اللايك والكومنت، واكتبوا لي عجبكم التكنيك ده قد ايه. بصوا طلع شكلها حلو قوي ازاي. في بقى في الصور الدلائل اللي شفتها حاطه كبريتين على بعض وكبريت وعامله ميوزك كأن الكبريت بيعيط والتاني وقف تحتي، حاجات قصص وحاجات كده صراحه جميله برضو، ممكن تفكروا وتعملوها. يا رب تكون عجبتكم، واستنوني في فيديو جديد. سلام عليكم.